السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة ندوجة ديليس. اليوم إن شاء الله كنقترح لكم رغيفات في الفرن بحشوة تفاح من ألذ ما يكون. تابعوا معايا الفيديو للآخر وفرجة ممتعة. إذا فبالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو للعجين ديال الرغايف، غنحتاجو 400 غرام من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، علبة من ياغورت طبيعي اللي بدون سكر أو زبادي بدون سكر، عندي 4 معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة من الخل الأبيض، بيضة من حجم متوسط، معلقة كبيرة من السكر حبيبات، كيس من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام، وعندي معلقة كبيرة من ماء الزهر وماء باش غادي نجمعوا العجين ديالنا. اذا اول شيء غادي نغربلو جيدا الدقيق، غادي نوضعوا الملح، اذا تقريبا غادي نوضعوا كل المكونات يعني بالتدريج. غنضيف معلقه ديال السكر، العلبه ديال الزبادي كما سبق لي وذكرت فهو طبيعي بدون سكر، حبه ديال البيض، معلقه صغيره من الخل الابيض، كيس من الخميره، هنا غادي نعمل معلقه كبيره او معلقه ونص من ماء الزهر. يمكن لكم تستعملوا حتى الاكياس او كيس واحد ديال السكر اللي بنكهه الزهر. انا هنا ما توفرش عندي فعملت معلقه ونص ديال ماء الزهر، وغادي ننزل حدايا واحد الكاس ديال الماء، يعني كاس ديال الماء عادي، يعني ما يكونش دافئ بلا ما يكون دافئ، غير دابا الحال يعني سخن فنستعملوا غير الماء عادي يعني من الروبين. غادي نبدا نجمع العجين ديالي بشويه بشويه. اذا بعد ما جمعت العجين ديالي فالان غادي نحاول انني ندلكو شويه، يعني خصو يتعجن شي شويه مزيان. اذا انا بعد ما دلكت العجين ديالي جيدا غادي نضيف القليل من الزيت على هذا الشكل هذا، وغادي نوضعه في بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح مده 10 دقائق. اذا الان كما كتلاحظوا بعد ما ارتاح العجين ديالي جيدا كندهن بالقليل من الزيت وكنبدا نشكل كويرات على هذا الشكل هذا، يعني اقل لان هنا مازال غادي نقص منهم جاوني شويه كبار، يعني في الاخير غادي نحصل على 12 قطعه يعني تكون متساويه نفس الحجم. غنغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا مده 20 حتى ل 25 دقيقه. اذا الان غنمروا باش نحضروا التفاح. هنا غادي نحتاج 3 الحبات ديال التفاح بهذا الحجم، غادي نحاول انني نزول ليها القلب ديالو، غادي نقشروا على هذا الشكل هذا، من بعد غنقطعوا دوائر وغنحاول نرشوا بالقليل من الليمون الحامض.
اذا الان بعد ما ارتاح العجين ديالي 20 دقيقه، ضروري كنخليو هاد المده باش كيتطلق وكيجينا ساهل يعني في الخدمه. كننزل حدايا واحد زلافه فيها القليل من الزبده والزيت. بالنسبه للزبده ضروري كنصفيوها من داك الحليب اللي كيكون فيها، وكنبدا نسرح العجين ديالي على هاد الشكل هذا. كما كتلاحظوا معايا فالعمليه سهله جدا، وكما كتلاحظوا فالعجين يعني زوين وما ما كيتقطعش معنا. كنحاولوا نرقوه يعني جيدا هكذا، كنحصلوا على مسمن مورق. كنحاولوا ما نكتوش من الزبده، يعني غير مره مره باش كنطلقوا العجين فقط. هنا غادي نوضعو جانبا وغادي نغلفو بلاستيك غذائي. اذا الان غادي نحضرها معكم واحده اخرى هكذا غادي تشوفوها يعني بشكل اوضح. كندهن سطح العمل جيدا بالزيت والزبده، وكنطلق العجين ديالي على هذا الشكل هذا. غتلاحظوا ان العجين ديالكم يعني كيكون رطب ولين. يعني انه كيتسرح معنا بسرعه وما كتقطعش في نفس الوقت. كما كتلاحظوا خاصنا نبقاو نرقوا العجين ديالنا حتى كيصبح شفاف. خصوصا الجوانب ما نخليوهمش غلاظ، نحاولوا نرقوهم ما امكن. كما كتلاحظوا معايا كندهن يعني غير بشويه، يعني غير دهنه خفيفه، ونخليكم مع الصور. اذا الان بعد ما انتهيت من العجين كنخليه او كنغلفو بلاستيك غذائي. كنوضع الاطباق ديالي حدايا تفاح. هنا عندي السكر الاسمر، زدت عليه القليل من القرفه. الى عندكم يعني السكر المنكه بالزهر يمكن لكم تضيفوه. هنا عندي قليل من اللوز اللي قليته. غادي ناخذ القطع ديال التفاح وغادي نبدا ندوزهم في هذاك السكر مع القرفه. كما قلت لكم يمكن لكم تضيفوا حتى السكر بنكهه الزهر. انا هنا ما عنديش يعني فاستعملته فقط في العجين. اذا الان كنبدا بالعجين او اول قطعه من العجين اللي كنت طويت هي اللي غادي نبدا بها الان. غتكون يعني ارتاحت مزيان وغتكون سهله انني نسرحها بكل سهوله. كما كتلاحظوا معايا غنحاول انني نسرحها شويه بالاصابع ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نضيف واحد القبيصه ديال الزبده في الوسط، وغنوضع القطعه ديال التفاح. وهنا كنعتذر لان الصوره ما انتبهتش ان الصوره يعني ما واضحاش مزيان عن قرب، فغنعاود معكم مره اخرى. وكنبدا نجمع الاطراف على هذا الشكل هذا، وغادي نوضعها في واحد الصفيحه اللي كتمشي للفرن. ضروري كنغلفوها بورق الطهي هكذا حتى لا تسرب لينا قليل من السكر ما كيتحرقش لينا اثناء الطهي. ونخليكم الان مع الصور. اذا الان بعد ما انتهيت غادي ناخذ واحد اصفر بيضه. غادي نضيف عليه معلقه صغيره من السكر الاسمر. يمكن لكم تستعملوا حتى السكر العادي.
وغنضيف بعض القطرات من ماء الزهر. هاد السكر هذا كيعطينا واحد اللون رائع جدا لهذا الرغايف. غتلاحظوا معايا النتيجه في الاخير. كندهن ضروري ندهن بواحد فرشاه يعني ديال السيليكون، وغادي ندخلهم للفرن يتحمروا من الفوق ومن التحت، ونتلاقاو بعد قليل باش نشوفوا النتيجه النهائيه. اذا الشكل النهائي ديال الرغيف ديالنا هو هذا، كيجيو رائعين جدا كما كتلاحظوا معايا. وبالنسبه للون ديالهم فكيبقى حسب الذوق، يعني كل واحد كيحمرهم على حسب الذوق ديالو. فكنتمنى ان وصفات اليوم تنال اعجابكم، كيجيو رائعين جدا. ان شاء الله تجربوهم، وغادي انا اكيد انها غادي تعجبكم هذه الوصفه هذه، خصوصا العجين كما كتلاحظوا معايا فتيه بزاف، يعني بحال الورقه ديال البسطيله كتجي فتيه ومقرمشه. غادي نحل معكم وحده هكذا باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي مقرمشه ومورقين كما كتلاحظوا معايا، مورقين مزيان فتيين، والمذاق رائع جدا. يعني النكهه ديال القرفه وديال الزهر والريحه ديال التفاح رائعه جدا كما كتلاحظوا معايا من الداخل. شوفوا الشكل ديالها كي مورقه. اذا ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك الى عجبتكم الوصفه بطبيعه الحال. ولا كنتوا اول مره كتزوروا قناتي فما تنساوش انكم تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو اشتراك او صابوني، كذلك النقر على الجرس اللي غيظهر امامكم مباشره، هكذا غتوصلوا بجديد وصفاتي. كذلك ادعوكم للاشتراك في قناتي الاولى باسم شهيوات ندوجه، وتفعيل الجرس كذلك باش توصلوا بكل جديد. اذا للتواصل فيمكن لكم تواصلوا معي على صفحتي على الفيسبوك باسم شهيوات ندوجه، وبالنسبه للاخوات اللي بغاو ينضموا لمجموعتي على الفيسبوك فهي باسم شهيوات ندوجه وحباباتها. كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل بحول الله. الى اللقاء.